بقع الكلور والتوتر اللي بتسببه والاحساس بالخسارة والدرس اللي انت كنت جايباه ويعني اللون عاجبك جدا، وفجأة جه عليه طرطشة كلور زي انا كده اهو. ادي بقعة، وادي بقعة، وادي بقعة. كل عام وانتم بخير، العوض لكل ما هو مفيد. اشتركي معايا هتستفيدي كتير. انا بحاول اعالج بقعة الكلور بالتطريز، خليكي معايا. رجعت لكم يا جماعة تاني اهو، زي ما وريتكم هنا بقعة، وهنا بقعة، وهنا بقعة. كل اللي انا عملته طبعا هي الحاجة المفيدة عندي اللي ساعدتني ان الدريس عليه تطريز، فحاولت اجيب اللون مقارب للون الخيط. فطبعا هتحتاجي الخيط، وهتحتاجي قلم، وهتحتاجي مسطرة. طبعا انا كل اللي انا عملته ادي ادي هنا بقعة اهي باينة في الكاميرا بقعة، وهنا بقعة، فطبعا وهنا بقعة. فحاولت اوصل بالمسطرة كده، وحاولت اعمل فرع، و هعمل الغرزة المنقسمة. طبعا جبتها من على قنوات تانية، وعرفت الغرزة اقرب حاجة لتطريز المكن ده الغرزة المنقسمة. فطبعا اتعلمتها وعملت اهو فرع. الفكرة اللي انا عايزة اقوله لكم انه انا استخدمت الابرة اللي هي، بصوا، مش عارفة باينة لكم ولا لأ، الإبرة اللي هي بتتلضم الخرم مفتوح. خرم الإبرة، مش عارفة باين لكم ولا لأ، خرم الإبرة مفتوح. فانتي بتقومي حاطة الخيط كده، هوريهولكوا. ده كده اهو، من فوق اهو يا جماعة كده اهو، شايفين الخيط لضم، مش بتلضميها زي ما احنا متعودين زمان. اهو خرجتها. الفكرة في مشكلة الدريس ده، انه مش ما لقيتش خيط تطريز زي نفس اللون بتاع التطريز ده. فعملت ايه؟ جبت الخيط العادي. الخيط العادي ده، الإبرة دي نفعتني في حاجة، إنه ممكن تعملي أكتر من طبقة بالخيط عشان يبقى عامل زي خيط التطريز. فطبعا نفعتني الإبرة إن هي مش بتتلضم بالخرم عادي، لا ده هو خرم بنسقط احنا فيه الإبرة الخيط زي ما وريتهولكوا. فأنا عملت حوالي 8 طبقات عشان الخيط يبقى تخين كده. خليكم معايا. الغرزة يا جماعة اللي هو يعني لو هنفترض ان انتي لضمت الابرة وعقدتيها وجبتيها من تحت، فاما انت بتطلعي اهو وتقومي نازلة بيها كده اهو كده. انا بادية من هنا، وبعدين هتطلعي من تحت، تخلي الابرة تيجي في نص الغرزة اللي انتي عملتيها اهو كده. دي اسمها الغرزة المنقسمة. انا مش الفكرة عندي في التطريز، انا الفكرة عندي ان انا هداوي بقعة الكلور. انا هكمل وهعمل الشكل وهرجع لكم اهو يا جماعة. رجعت لكم. بصوا، هو كان فيه 3 بقع. في بقعة فوق الدارت اهي، وبقعة تحت الدارت، والبقعة دي لسه هطلع بالفرع وهعملها زي حشو. طبعا هي الفكرة مش فكرة ان انا بعلمكم التطريز، الفكرة فكرة ان انا بحاول اتغلب على حاجة ادتني طاقة سلبية. وطبعا هتخلي مقاومة الانسولين عندي عالية، لان اكيد الواحد لما بيزعل، هو يعني مرض السكر عموما معظمه بيجي من الزعل. الناس اللي عندها استعداد وراثي الجين بينشط، والناس اللي ما عندهاش استعداد وراثي او ما عندهاش الجين
الزعل بيبوظ مقاومة الأنسولين، تلاقي المقاومة عليت عنده والأنسولين زاد 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 ومفيش يعني مش راضي يقف، وبالتالي خلاص أصيب بمرض السكر. الفكرة إنه الزعل على دريس غالي أو بلوزة غالية أكيد هيزود مقاومة الأنسولين. فأنا حاولت أتغلب على الموضوع ده بإني أولا سحبت الطاقة السلبية وبقيت مبسوطة إن أنا عملت حاجة جديدة بالنسبة لي يعني، واتغلبت على مشكلة مضايقاني. أنا هكملها، بس أنا عايزة أقفل معاكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. كل عام وانتم بخير، وما تنسيش التعليق الحلو منك واللايك هيرفع رانك القناة في اليوتيوب، وطبعا اللي ما بيشوف الفيديو لأول مرة يشرفني ويشترك. السلام عليكم.